يلا ولا يلا بدنا نروح على المعسكر. يلا يلا تحرك. يلا تحركوا. مين هذا؟ طيب ليش ساعدني؟ رجا رجا، تعال لا تخاف. طيب خلينا نروح من هون قبل ما يرجعوا. طيب بس بدنا نروح لعند العم عبد الله، ماشي؟ يلا. خير، شو صاير معكم؟ يا حرام قاتلينهم كلهم. شو؟ الله لا يوفقهم. شو ما في بقلوبهم رحمة أبدا؟ الله يكون بعونهم. ايه والله الله يصبرهم. خليك هون. مجرمين، يا رب انتقم منهم لهالظلام، يا رب تنتقم منهم لهالظلام. اللهم عافينا يا رب. الله يرحمهم. امشي ولا على السريع انت وياه. بديع، ليش تأخرتوا؟ كان لازم تكونوا وصلتوا على المعسكر. لبين ما جماعة الشباب. هدول اللي جبتوهم من المزرعة؟ هدول هن مثل ما أمرت. طيب وين الولد؟ ما لقينا. شلون يعني ما لقيتوه؟ لأنه الدكتور أخذ الولد وهرب، بس راحوا ليجيبوه. لكن هرب، أنا بورجيه. لولا عمر آغا كنت خلصت عليه. بس شو بدنا نساوي؟ تنظيم عم بيستناني يجيب له شي ولد. شو أعمل؟ رويدة كمشت الدكتور وكانت رح تكمش الولد، بس على هوا ما حكولي إنه في واحد إجا من وراها وضربها وهرب الدكتور. هيك حكوا؟ أها. أنت لوين مفكر تصل؟ والله هيك حكالي عزت، لأنه ما كان في غيره معها، يعني هيك قالنا. بس على ما يمصدقه وهو يلي هربوا للدكتور. ايه مو بس هيك، ما عم يفارقها لرويدة ابدا. يكون بعلمك انه هن الاثنين كتير صعبة، وانا بشك بهذا عزت، ومتأكد انه هو اللي هربه. هو اللي هرب الدكتور؟ وهيك قدام عيون رويدة؟ ايه والله وانا متأكد. يعني ليش نتركه؟ خلينا نخلص عليه. اللي شو عم تستناه؟ انت تعال هون. انت شو صاير عم تخبص ولا؟ ليش انا شو غلطت؟ مو انت اللي هربته للدكتور؟ لا مو صحيح. لا تكذب ولا. رويدة
تعي. وهذا هو اللي ضربك؟ وهو نفسه اللي هربه للدكتور؟ بس أنا اللي أنقذتها لرويدة معلم. خراس ولا؟ احكي رويدة. ما عم اتذكر. تذكري رويدة، مو أنا اللي أنقذتك؟ انت مين ولا؟ أنا عزت. انا ما بعرفك. سمعتوا لا؟ ما تذكرته؟ مو على اساس هنن اصحاب؟ زيدان هدول عم يمثلوا. انتهي بشغلك. يلا جهزوا حالكم لشوف. يلا يلا انت وياه، يلا بسرعة، يلا بسرعة تحركوا. ولك تحركي انت وياها. يلا. بعدوا عني. ولا حرب. عايشة بنتي عشان بعد شوي. ايه شو بك؟ يسلموا ايديكي. ان شاء الله صحة وهنا. ها ما عم يزبط التليفون، شو ساوي؟ تفضلي. ايه كيف بدنا نخبر العسكر هلا؟ شو ساوي انا؟ هذا مو شغال، عندكم شي حل؟ طيب انت تلفن من جديد. لك قلت لك معطل، اعطيني لشوف. الو، شايف؟ في حدا من بيناتكم بيفهم بالتليفونات؟ يا شباب حدا منكم يجي ويشوف. يا مختار دخيل عيونك، رد حاول، مو خسران شيء. خذ اسمع، لك هذا ما فيه حرارة بنوب. سمعت؟ عم تصدق؟ ما في شيء. اسمع. الو، ما في حرارة. شفت شلون؟ حكي صح ولا لا؟ مشان الله لا تواخذوني، ما فينا نخبر العسكر. ايه وهلا شو بدنا نساوي؟ بدنا نقعد هيك ونستنى؟ هذول اخذوا لنا اولادنا يا مختار، يعني مشان الله ساعدنا. اي والله لا لك شي طريقه. مشان الله ساعدك. الله يوفقك. اعمل لك الشغله. الله يجبر لك شو ساوي؟ يلا يا شباب على بيوتكم، يلا 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 يا يلا رب. يسر يلا. الله يفرج. والله ما استفدنا شيء من لا هالمختار. تواخذنا اغا. الله يعيننا. روح يا شباب يلا. روح. ما ساعدنا، شو بدنا نساوي؟ رشاد طول الله يهدي بالك، له المختار. الا ما نلاقي لنا شي حل. ما لنا غير ان نحمل سلاح ونروح لعندهم، ما في غير هالحل. شو عم تحكي؟ سلاح شو؟ ليش انت بتقدر لهم؟ ليش في غير هالطريقة لننقذ الشباب يلي اخذوهم؟ طبعا في بس الحل عند عمر اغا. قلت عمر اغا؟ ايه عمر اغا، الحل عنده. انتم بتعرفوا منيح انه هو قريب من التنظيم وإله كلمته عندهم، فانا برأيي تروحوا لعنده وبوعدكم انه راح يجيب لكم عائشة من ايدين التنظيم. بس يا بدك يانا نترجى واحد واطي؟ مختار نحن ما بيشرفنا ابدا نروح لعنده. وليه عصبت؟ انا شو دخلني؟ اخي امشي يلا. بابا نعم. بس تليفوننا ماله معطل. لك انا قلت عطلان يعني عطلان ولك. إيه بابا تليفون ماله عطلان لانه الفيش مسحوب. ولك يا حيوانة انت ما بتفهمي بشنقك فيها، والله العظيم بشنقك فيها. سدي حلقك بقى، سدي حلقك، ولا تفتحي تمك ولا بحرف، فهماني؟ ماشي لا تريديها. حاضر. يلا فوتي الابره اللي جوا. يلا. بديع، ما فينا نبعت شي ولد للتنظيم من بيناتهم. في حدا جاي. شو وينه الولد؟ هرب هو والدكتور معلم. لك انتو صايرين مو نفعانين لشي ابدا مثل الحيوانات. نلعوا من وشي، نلعوا. يا بديع تعال هون. قل لي. انت قل لي شو بدنا نساوي؟ تنظيم عم بيستنى نبعت له ولد. رشا خديون وروحي على المعسكر. يلا ماشي. بس عجلوا شوي. بديع رويدة وعزت انتو خليكن معي. زيدان قل لي لوين بدنا نروح؟ لعند عمر اغا.
ما في غيره بيقدر يساعدنا. طيب يلا يلا لشوف انت وياها. خفيها لشوف. يلا اتحركي. انت اتحرك. يلا ولا يلا لشوف بسرعه. يلا انت وياها. ماشي لا تخش. بسرعه خفيها لشوف. امشي وليك. ولد انتحاري، ولد انتحاري. طلبك عندي، أنا فيني ساعدك، رح أعمل لك هيك ولد. هيك بتكون خدمتني، لأني وعدت التنظيم، وإذا ما بأمنه رح يجيني وجع راس. طيب أنت كيف بتوعد التنظيم مانك مأمن ولد؟ هو كان في بين إيدي ولد. وينه؟ طار؟ دكتور تبعك هو اللي هرب لنا هذا الولد. لا يا أنت بتعرف إنه لولاك هلأ أنا كنت. بابا ها؟ احكي شو بدك؟ بدي اركب على الحصان. شو؟ بدي اركب على الحصان. برافو عليك، انت سبع. روح قول لمحمد وزكو هن بيركبوك على الحصان. شكرا يلا. بابا. عمار، ها؟ ابنك متحسن كتير عن الأول. خلص طاب. إيه معناتها خلص شغلك مع الدكتور. ليش عم تسألني؟ وعدتك اني ما اقرب عليه لحتى تخلص منه. هلأ مالي معه شغل أبدا، ما عاد تفرق معي، أنت تصرف. أنا بورجيك، هالمرة ما رح تنفد مني منوب. تفضل. رجاء؟ نعم. مش الحال قبلك المدير. انت رح تدرس وتسكن هون كمان. يلا نشوف. تشكر المدير. تسلم يا أستاذ، شكرا إلك. طيب تعا معي، رح ورجيك وين بدك تقعد. دكتور طارق، يسلم ايديك وكتر خيرك يا دكتور. خير الله، أنا ما عم ساوي غير واجبي. يلا وعدني إنك تدرس منيح. بوعدك، يا ريت سعيد معي. لو كان عايش سعيد كان إجا معي. أنت لازم هلأ تدرس عواضه، يعني مشانه ومشان أمك ترضى عليك. شو رح تساوي بولاد ضيعتنا؟ يعني بدهم يضلوا قاعدين بالضيعة؟ يلا حبيبي يلا. إلا ما يطلع معي شي حل، بوعدك بهالشي. أنا رح أخلصك من هالسم يا بنتي. يا زيدان، ظاهر انه تقلت بالاكل كتير. طيب اطلع غير جو. احسن شيء.
شو وينه هذا؟ زيدان شو ما لقيته لعزت، بيكون هرب. روح شوف رويدة. بس وين غرفتها؟ أنا شو عرفني؟ دور عليها. شو بدك مني؟ وينه عزت؟ شو بيعرفني؟ زيدان شو صار؟ رويدة بغرفتها. وعزت؟ والله مو مبين. طيب امشي معي. شو وين كنتوا لا؟ كنت عم اقضي حاجة برا. يلا فوت اندفس. يلا سرعة. زيدان هالزلمة في وراه قصة كبيرة. نيرمين بنتي، أنا أشيت، بدي أخذك وخلصك من هالظلام. شو عم تساوي هون؟ شو بدك مني؟ أنا أمك يا بنتي، شو ما عرفتيني؟ أنت كذابة، أنت خاينة. نيرمين أنت خاينة يا بنتي. أمي خير إن شاء الله. يا لطيف شو هالمنام، صار لي زمان ما شفت أمي. لا يكون الله يحميها. يا ربي شو صاير؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك يا مختار. ان شاء الله اشتغل التليفون. لا والله ما في منه خير هالتليفون. اتركوا لي التليفون هلا على جنب، لك روح لعند عمر آغا، ما لك غير هالحل. اسمعني منيح يا مختار، نحن ما منزل حالنا عند واحد مثل عمر آغا. شلون بدك يانا نطلب من واحد بيخدم التنظيم؟ رشاد آغا فكر منيح، ليك هاي بنتك ها، وإذا بدك ترجعها على البيت وغالي عليك ما لك غير هالحل. صدقني بدي مصلحتك.
انا شو جايني من القصة؟ هات من ايدك. يلا بالاذن. مع السلامة. ديروا بالكم على الطرش من البرد. ماشي ماشي. الحمد لله على السلامة دكتور. ليش تأخرت؟ انشغل بالي عليك. وأخيرا وصلت رجع المدرسة. يعطيك العافية. بس مبين انك كتير تعبان، ما هيك؟ بألف زور هربته. الحمد لله. بتحب ساوي لك شيء؟ أكيد جوعان، رايحة أجيب لك أكل. ديالا ما بدي شيء. كأنه في شيء مو طبيعي بالضيعة. الإرهابيين هجموا على الضيعة. رويدة، مالك متذكرة وين حطيتي الدواء؟ لا ماني متذكرة، كانوا بجيبتي. والله قلبنا البيت فوقاني تحتاني وما لقينا شيء ابدا. ايه والله صحيح. بس لنوصل على المعسكر بجيب لك غيرهم. ما عاد في رحمة بقلوبهم. تخيل زيدان كان رح يخطفني. هالمجرم هاد. الحمد لله على سلامتك. انت منيحة؟ منيحة، لا تشغل بالك. بس بنت العم رشاد ما قدرت تنفذ، الله لا يسامحهم. حتى بيت العم حميد ما سلم. طيب وزينب؟ الله تلطف فيها، العم حميد خباها. الحمد لله. هدول بغياب الشيخ إبراهيم زودوها كتير. ايه كتير. بتعرف زينب انبسطت كتير بالمسرحية اللي كتبتها. حكت معك؟ تصالحتوا يعني؟ ايه تصالحنا. زينب بالباكي على حد علمك مو هيك؟ ايه هونيك تركت المسابقة. ليش؟ يعني بعد ما صار كل هالشي بالضيعة قالت انه ما عاد بدها تشترك بالمسابقة لانه كتير زعلانة على عائشة. لكن هيك بدك ترجع بنتك من التنظيم وهيك يا انا بعرف انه ما بيرفضوا لك طلب، واذا بدك انت فيك ترجع لي اياها. والله اذا بدك بنتك ترجع لك سالمة انا عندي شرط صغير. شو هو؟ من هلا ورايح بدي اياك تدعم التنظيم. انت شو عم تحكي؟ انا شو بفهمني بهيك شغلات؟ ما بدي تعلقني مع هدول عديمي الدين والشرف. وفي عندي شرط تاني. بنت اخوك زينب عم تأذينا كتير، بتسلمني اياها برجع لك بنتك. انت شو عم تحكي؟ زينب بنت اخي وهي بمثابة بنتي كمان. انت عارفان شو عم تحكي؟ شلون بدك يعني يسلمكن اياها؟ والله القرار إلك يا رشاد آغا. ما بدك تعطينا بنت أخوك ما رح تشوف بنتك أبدا. لك انتم ما في بقلبكم رحمة أبدا؟ ما بيصير هالشي. يعني ما في عندك طلب تاني؟ عندي دواب كتير، شو رأيك تاخذهم كلهم؟ أنا ما راح يلزموني أبدا. ها؟ ليش بنتك والدواب نفس الشيء؟ أنا ما في عندي غير هالحكي يا رشاد آغا. قرار عندك، يا بنتك يا بنت أخوك. ماشي طيب آغا، بس بدك تعطيني مهلة. سامح لك ب5 أيام بس. معك 5 أيام لتجيب لي بنت أخوك، وإذا ما جبتها أنت بتعرف منيح شو بده يصير فيك وببنتك يا آغا. يلا عجل انت وياه لشوف. أهلين فيك بالتنظيم يا رشاد.
خديجة بنتي يلا امشوا بقى، شو عم تستنوا؟ يلا. يا ترى شو عم يساوي هون رشاد كمان؟ عن اذنك شوي وبرجع لك. زيدان، بديع سبقوني انتو، هلا بلحقكم. طيب ماشي. أنا لقيت لك طلبك. في شاب متزوج على صغر هون، والبنت اللي تزوجها هربت. طبعا معروف شو نهاية الشاب والبنت. حسب الأصول لازم تنقتل البنت، ما هيك؟ ايه مزبوط، بس الشاب بيحبها للبنت وما بيجي من قلبه يقوصها، والشاب طايع عقله من هالقصة. سهل نتحكم فيه، جانن على الأخير. انت اترك الشغلة علي، طالما لقيت لك ياه ارتاح من هالهم بقى، وخلص قل لهم انك لقيته. روح وحط اجريك بمي باردة، هي ساعدتك. ما رح انسى هالخدمة. يلا بخاطرك. ها زيدان، من بين اللي لميتهم امبارح من الضيعة في بنته لرشاد آغا، رجع على بيتها، لأني أنا اتفقت معه. من هلأ ورايح رح يدعم التنظيم، وعلى أساس كمان ب5 أيام رح يسلمنا الأنسة زينب. وأخيرا حطوا عقلهم براسهم. حلو هالخبر. يلا بشوفك بخير يا أغا. مع السلامة. لو مثلنا المسرحية كانت رح تطلع كتير حلوة. ايه والله خلينا نعملها أنسة. معكن حق، وأنا كمان جاي على بالي، بس ما فينا نقدمها وأهل الضيعة بهالحالة. يعني رح يطلع منظرنا كتير بشع بالمسرحية، ما في حدا رح يفرح، الكل عايش الحزن. عرفتوا ليش بقى أنا مشان أهل الضيعة ما بدي ساوي المسرحية؟ معك حق، بس هذا ما بيعني إنه نحن ما نطلعهم من حالتهم. طارق، أهلين وسهلين. أهلين وسهلين عمو طارق. أهلين حبيباتي. بدي أتشكرك كثير على المسرحية اللي كتبت لنا إياها، بس نحن ما بنقدر نمثلها. أنتوا حابين تمثلوا ولا لا؟ أنا من جهتي حابب كثير. وأنا كمان جاي على بالي. معناته صار لازم تشاركي بمسابقة المسرح. طيب والمصايب يلي بالضيعة؟ أنا ما فيني أقنع حدا، بس معهم حق، وأنا ما عاد فيني حيل أبدا، تعبت كتير. صدقيني أنا وياكي ما لازم نستسلم أبدا، نحن بحاجة إلها، يعني صار الوقت إنه نورجيها للعالم. صدقيني بتنحل مصايبهم. تركيا الموحدة، المسرحية بتحكي كمان مين نحن، هي بتذكرنا لما كنا متوحدين كيف كنا أقوى بكتير من هلأ. هن لازم يمثلوها. إذا بطلتي أنت معناته عم تتراجعي. بس مو بقيان كتير للمسابقة، ما بنقدر نلحق. لا تنسى إنه لسه ما عملنا بروفات، صدقني بهالفترة القصيرة ما بننجح. رح ننجح، نحن مضطرين إنه ننجح، وأنا بساعدكم. كلنا إيد وحدة منحضر للمسابقة، أنت لا تاكلي هم أبدا. مثل ما بدك، شو ما بدك بساوي. يلا خبروا كل الأولاد، خلوهم يجوا فورا لنبلش بالشغل. فورا آنسة. يلا بسرعة يا أولاد، يلا. زينب، حبي إلك ما له علاقة بمرضك أبدا. معلش ما تفتح معي الموضوع إذا بتريد. وهاد طلعي طلعي وليه؟ شو عم تساوي؟ تفهمي؟ ارفعي راسك وليه؟ يلا قيمي هي من راسك. بدكم تغيروا ثيابكم. معقول شباب والصبايا يكونوا بنفس المحل؟ ليش شو في هولي؟ شو بدك يانا نقعد جوا معهم؟ والله عيب، حرام هالشي. اخرسي وسدي حلقك وانقلعي لجوا. يلا يلا فوتي لا تفش. يلا تحركي تحركي. يلا لشوف. يلا بسرعة بسرعة. يلا تحركي. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين فيكي. طمني لقيت ولد؟
لقيناه، كيف الوضع؟ جابوا البدلات وعم يلبسوا. اهلين وسهلين. جاهزة لتحاربي كرمال قضيتنا؟ ها؟ يلا خفوها شوي. يلا يلا. رويدا مضيعة أدويتها امبارح، لازم نتحرك فورا ونجيب لها دواء جديد. وكيف مضيعتهم؟ هي بدونهم ما فيها تتحمل. أنا عم شك بعزت وأكيد أخذهم هو. طيب ليش بده ياخذون؟ شو رح يستفيد منهم؟ ما بعرف. هالزلمة حاطط عينه على رويدا، أنا برأيي نقتله. استنى شوي، بكره بنعرف. بس بدي اياك تراقب لي اياه منيح، وانت خبريهم انه خلص الدواء اللي عنا، واول ما يصل عطيه وكتري. امرك زيدان. تفضل يا اغا. حطيها هون. اغا شو بدك؟ جاينا خبر من التنظيم بانه الناس اللي بدهم ينضموا للتنظيم ايه شو صاير؟ قالوا انه مقتولين على الحدود. كلهم؟ نعم يا اغا. لا يا ربي تحملي امي. شو لوين رايحة وليه؟ رمزي مو في عناصر انضموا للتنظيم اللي اجوا من المدينة هداك اليوم. ايه شو بون؟ انقتلوا. وانت شو دخلك؟ قال شو دخلني؟ حاجة تبكي بقى، يلا روحي شوفي شغلك. يا امي، يا ويلي عليكي امي. بكفيني انه يجي يزورني على قبري، صدقيني رح انبسط. طيب هيا انا عامل لك يا امي. يا الله ليش هيك عملتي؟ ليش عم تبكي وليه؟ فهميني بسرعة قبل ما يجن جناني عليكي واضربك. احكي بقى وليه؟ ليش عم تبكي؟ مو كان قرايبي بيناتهم؟ شو هذا الزلمة بيكون امي. شو مفكرتيني اجدب وليه؟ شلون امك؟ الزلمة كان له دقن. والله هي امي يا رمزي، وهي الدقن كانت عيرة، انضمت للتنظيم لتنقذ نرمين. لكن يلي مربية دقن امك؟ شو بدي احلف لك لتصدقني؟ بوس ايدك يا رمزي، بترجاك تجيب لي جثة امي لهون على القليل ليكون لها قبر. بترجاك. العمى شو هالجنان؟ لكن سناء كانت جوات التنظيم؟ خدي كلي هدول. بدي اقول لك شغله ضروريه. شو بدك احكي؟ رح احكي. على فكره انا ندمان كتير، عرفت انه هذا الطريق مو طريقنا. ليك هالشرشحه، ما في لا دين ولا ايمان، وهدول مالن علاقه بالاكراد ابدا. يلي بدي اقول لك اياه، انا عم فكر اهرب من هون. شو رايك تجي معي؟ واذا بدك بسلمك لامك. أنا ما فيني، أنا قتلت عسكري، ما بدي انحبس، أنا هون مبسوطة. باين عليكي آدمية، مالي عم صدق إنك قتلتي حدا. أنا متأكد إنه في وراها شغلة لعبة. روح من هون، ولا لقلك خليك قاعد هون. ولا ليش تارك الساحة وقاعد هون؟ شو عم تخطط ولا؟ ولا شيء، كنت عم أحكي معها بس. لا تكذب. يعني شو بدي خطط؟ أنت ليش معصب؟ الظاهر إنه مصيبتك غيرتك كتير. اخرس ولو حاجتك لعي. قوصك ها؟ انت ما دخلك ها؟ بديع رح مرق لك اياها فهمان؟ ليه صوتكم طالع؟ قل لي شو صاير؟ كان قاعد هون مع رويدا، مدري على شو عم يخطط. رويدا شو في؟ ما في شيء ابدا، جاب لي اكل لهون وهذا كل شيء. قوم، رح تشارك معنا بالعملية. يلا احمل باروتك. انت لا تتدخل. رويدا انت كمان بدك تيجي معنا. امرك زيدان. يلا امشوا. زيدان انا متاكد انه عم يكذبوا هن الاثنين. انتهي بشغلك. فهمني ليش ما عم تصدق؟ صدقتك. ايه يعني لازم اعرف شو بده. انا كمان شاكك فيه. لا الشنتاي وكانه هو اللي مخبيها. بركي هالزلمه جاي من فوق، بركي عم يراقبونا
ومع هيك ضلك انت عم تراقبه، واذا بتشوف اي شيء عنه خبرني، رح يكون حسابه معي عسير. خلينا نروح. بالله. رويدة بعد عني بقى، لا توجع لي راسي، يا اما بخبر زيدان. ها اسمعيني شوي. كيف فيني ضل قريبة منك؟ كيف فيني أنقذك منه؟ خير شو بكون؟ خبرتوا رفقاتكم؟ الأهالي ما سمحوا لأولادهم يطلعوا من بيتهم. بس الأولاد حابين يمثلوا. ما قلت لك ما رح يوافقوا؟ ما لازم نستسلم. بهالحالة لازم ندور على البيوت مشان نقنع الأهالي. طيب يلا نروح. والله يا أنسة زينب جيتك غالية كتير علينا، بس شايفة وضع الضيعة. الجماعة فاتوا على كل بيت، أخذوا الشباب وراحوا. منيح اللي اجوا وما اخذوا شيء، ان شاء الله ما يرجعوا مرة تانية. بس أنا بدي. لا تحاولي على الفاضي، أنا قلت لا يعني لا. طيب إذا بدكن آنسة لا تأخذيني، لا تدخلينا بهالشغلات أبدا. شوفي آنسة، أنا علي احكي، ما حدا رح يبعت أولاده، لا تتعذبي. ماشي، انتوا أدرى بمصلحتكم. شو صار معك؟ كل الأهالي خايفين، صدقني معهم حق. يعني نحن كل شغلنا على الفاضي، ما في حدا بيضحي بابنه. طب اسبقوني على البيكة وهلأ بلحقكن. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. فاطمة؟ حبيت تشتركي بالمسرحية؟ البنت بدها بس أنا ماني موافق. الناس مانا فاضية، صدقني هلأ مو وقتها. طيب امتى بده يكون الوقت المناسب؟ أنا بقول لك طالما عم نتصرف هيك وخايفين ومرعوبين ما رح نصير بالمرة. يعني مفكرين انه انتم ما لازم توقفوا بوشهم. غلطانين إذا ما عملتوا هيك. رح يضلوا ياخذوا أولادكم بالزور على الجبل. مو بس هيك كمان، رح يضلوا ياخذوا رزقكم ورزق أولادكم يلي عم تتعبوا فيه. شوف، المسرحية ممكن تكون مناسبة مشان الناس تعرف شو هي قيمة هالضيعة المنسية ورا الجبال. على القليلة خليهم يحسوا انه في ناس ساكنين هون وعم تتعذب مشان تعيش. بركي إذا عرفوا هالمشاكل ممكن يساعدونا. إذا بتخافوا رح يصير مثل ما هن مخططين. مشان هيك بدنا ننزع لعبتهم. لازم نوقف كلياتنا بوشهم، يعني نكون ايد وحدة. واقف عندك ولا؟ طول بالك، أنا عزك. نيرمين. أمي، وطي صوتك يا عمري. أنت كيف اجيتي لهون؟ أنا جيت لأخذك يا حبيبتي. أمي، بس أنا ما فيني أروح معك، إيدي تلوثت بالدم يا أمي. لا تاكلي هم أبدا، أنا متأكدة إنه مو أنت. أنا بعرفك منيح، أنت ما فيك تساوي هالشي. كلامك مزبوط. ايه والله لو ما جبروني ما كنت قتلت، ما هيك؟ بس أنا قتلته لأنه حاول يعتدي علي.
ليكي انت ما بتعملي هالشي الا اذا عم تدافع عن حالك.